انا نفسي نسافر كل البلاد اللي بره. ايه يا يوسف؟ ان شاء الله. ما تصفرني يعني. هصفر. قبل ما نتخطب كنت متخيله فتره الخطوبه هتكون عامله ازاي؟ انا كنت هبله قوي، انا كنت فاكره انه حياه الخطوبه دي اجمل حياه في الدنيا، طلعت غير كده خالص. انت اللي اتصدمت بالواقع. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. احلى خروجه لينا مع بعض. لا ما لو سمحت، انا مش عايزه افتكر اسكندريه دي طول حياتي ماشي. بجد، وبلاش اقول بقى انت عملت ايه. خلاص وكان يوم عيد ميلادي. طيب اوكي، مره يوسف وداني اسكندريه في عيد ميلادي. انا طبعا كنت نازله عامله حسابي بقى ان هو ديت، وكان تاني عيد ميلاد عشان ما اظلمكش. اول عيد ميلاد بجد وداني ديت تحفه. تاني بقى مره الاكسبكتيشنز بتاعتي بدات تعلى تعلى تعلى، ونازله بقى بستان وبتاع، وكان اوتفيت تحفه. وداني القلعه، بس. وداني متحف المجوهرات. طيب. اصل احنا خلاص يعني. يوسف بس. لا اله الا الله. واكلتني على عربيه فول جنب البحر. طيب يا جماعه يعني لا اله. طب ثانيه بس، طب قبليها. قبلها ايه اللي حصل؟ اوكي، دي فاجئتني الخروجه. وجبت لي ما هديه خلاص حلوه. دي كانت ماشي. خروجه بعد بس السربرايز اللي هقول لك عملناه هقول لك وخلصنا. هقول لك انا قبل عيد ميلادي بكام يوم قلت لك يوسف انا جبت 2 اوتفيتس حلوين قوي، نفسي اخرج بواحد منهم. طب دي حاجه تخصك، طب انا اعمل ايه طيب؟ ما هو مين تخرجي. في حياتي بيخرجني الاثنين غيرك؟ عادي، ما خلاص انا حاسه ان انا قلت عكس السؤال. ماشي، اول ديت خرجتهولي كان تحفه بصراحه، عشان انت كنت فاكر كويس قوي ان انا عايزه اروح حاجه جنب الاهرامات من واحنا صحاب، فودتني. ماشي شكرا. كل الناس بتشتكي من حماتها او حماها، رايك ايه في بابا وماما؟ لا يعني بجد اتكلم عن مين الاول؟ بابا. لا عمه طيب وجدع بشكل مش طبيعي. هو يبان يعني ان هو عصبي وبتاع، لا لا لا، بس ده ما كنتش متخيل صراحه ان هو يبقى كده. وبصراحه انا حسيت حبه ليا. بيحبك اكتر مني. لا مش الدرجه دي، بس بيحبك انا اكتر حسيت مني. ان حبه ليا ده انا ما كنتش متوقعه الصراحه. ماما. طنط بقى يعني سكره، يعني مش بقالي كتير أوي ما شفتش حد على نياته كده. حصل. ماشي خلاص شكرا. ايه احلى هديه جبتها لك؟ يا لهوي، لا دول كتير قوي. بص عموما انا قلت لك قبل كده ان اكتر الهدايا اللي بحبها منك اللي هي بتبقى فيها كرياتيفيتي او مجهود، حتى لو بجد رخيصه جدا. بس اللي هو يعني مش قصدي ان هي رخيصه كده، بس قصدي ان هي لو مش فيها فلوس كتير، لو فيها مجهود شويه بتبسط بيها قوي. وزي اللي جبتها لي في عيد ميلادي، اللوحه اللي هي كان فيها يوم ميلادي والقمر كان شكله ازاي وكده، كانت تحفه. كان ماشي. الكوت اللي أنا كاتبها لك دي. ايوه كنت كاتبها لي انت اللي مألفها. أيوة. خلاص عرفت. ماشي. اوكي. كنت بتدور على ايه ولقيته فيا؟ الامان. وامان بمعنى ان انت عارفين يعني انا مش الشخص اللي بيتكلم. ولا ولقيت الامان ده معاكي في ان انا بحاول على قد ما اقدر يعني ان انا ابقى بتكلم عادي جدا وبتاع، وبقول اللي جوايا يعني، وده مش طبيعي. ماشي بحبك خلاص يلا. امتى حسيتي ان انا لما لقيتك شبه بابا قوي. دايما من زمان وانا صغيره كنت بقول لماما انه انا نفسي الاقي حد شبه بابا، عشان طبعا انت عارف علاقتي ببابا عامله ازاي، وان هو اكتر حد بحبه في حياتي. اول لما ابتديت اشوف يعني مش عايزه اعيط، مش عارفه اعيط ليه. لما لقيت ان انت حنين قوي زيه، وبتحتويني وبتستحملني، عشان هو اكتر حد بيستحملني في الدنيا. فحسيت انه خلاص هو ما ينفعش يبقى انت، ما ينفعش يبقى حد غيرك. ماشي خلاص مش هنعيط، هنضحك. انت اللي بتعيطي؟ ماشي اضحكي. هنضحك بس. حاضر. ماشي. احكي لي اسعد ذكرى لينا مع بعض. يوم الخطوبه بالليل بعد ما روحت. قريت الفاتحه. الخطوبه كلنا كانت مروحين خلاص. تعبانين قوي. لا بتكلم فيها ان هو خلاص يعني اللي هو خلاص بقى. دبله ايوه وخلاص والدنيا، لا الحوار ده فاكره انا كنت عماله ابص للدبله كده اللي هو ايه ده بجد. انت في ايدي. يعني صح فعلا. كناش مصدقين ان احنا هنوصل للحظه دي خلاص. الحمد لله بجد. قد هرمنا عقبال بقى الهرم الكبير. حاجه نفسك تحصل بعد الجواز؟ الاستقرار. انا طول حياتي حاسه ان انا مش مستقره في حاجه، حتى مشاعري دايما بتبقى بتروح هنا وبتروح هنا، وبحس ان انا بدور على ان انا افضل ثابته في حياتي. دايما بقولها لك ان انا نفسي بعد ما نتجوز ان احنا نبقى مستقرين، نفسيا مستقرين، مشاعرنا تبقى مستقره، بيتنا يبقى مستقر. فدي حاجه نفسي فيها وانت عارف.
ليه اخترتني انا؟ بصراحه هو فعلا الناس ممكن تشوف ده كليشيه وبتاع بس فعلا انا ما اخترتكيش. ايه؟ يعني هو انا قلبي اختارك، بس ليه؟ ومش يعني احنا كنت قدامي كتير. ايوه صح. كنا قعدنا 3 سنين ولا 4 سنين في الجامعه. لا بس ما تنكرش ان انت كنت فيك حاجه جوه كده. مش حاجه مش واضحه، يعني هي ماشي. حاجه مش واضحه. بس 3 سنين ولا 4 سنين في الجامعه كنا قشطه عادي جدا، صحاب وبتاع والكلام ده كله. بس في سبارك كده حصلت اوت اوف نو وير. اوت اوف نو وير، واساسا زي ما قلت لك لا الاحتواء. لما حسيت ان انا كنت بحتويك قوي، واحنا اه صحاب اكتر من دلوقتي، انا مش عارفه ليه بجد. بس لا حسيت، وفي كمان لا لما حسيت كده في لحظة ان في حاجات مش انتي، بس اتغيرتي فيها عشاني ومعايا صح. بس. ايه ده انت واخد بالك؟ طب انت ما بتقوليش ليه؟ انتي شرير. احنا بنضيع. ماشي. ايه اكتر حاجة خايفة منها بعد الجواز؟ اقول ولا ما اقولش؟ انا ما اعرفش هتقولي ايه. ان انت ما تستحملش طباعي البيتوتيه، اللي هي مش بيتوتيه انا بيتوتيه، لا طباعي في البيت. انا ساعات كده اوت اوف نو وير بخش الاوضه ما ببقاش عايزه اتكلم مع اي حد. ماما وبابا اول ما يشوفوني كده لا دي جات لها الحاله خلاص تمام، بيسيبوني بقى بالساعات. فانا بصراحه خايفه ان انت تستغرب، بس انا حاولت ابين لك كتير ان انا في حاجات مش هتعجبك، بس ان شاء الله تعرف تتاقلم معايا. إن شاء دي اكتر الله. حاجه خايفه منها، انما اي حاجه تانية هنعديها. حاسه ان احنا خلاص خلاص بقى، خلاص بقى. عدينا بقى على من كده. خلاص. انا ولا انت؟ انت؟ ايه الحاجه اللي ممكن نخسر بعض بسببها بعد الشر يعني؟ لا انا ما فكرتش فيها عشان ولا أنا. ما فكرتش فيها خالص دي. انا مقتنع ايا كان الحاجه، غير طبعا يعني في حاجات اللي هي بتبقى تعتبر ايوه اللي هي مش كوارث، هنيجي جنبها دي اللي اصلا ان شاء يعني الله. عمرنا ما نوصل لها يعني. لا انا بشوف ان احنا وصلنا خلاص في علاقتنا دي، إن ايا كان اللي هنعدي بيه واللي هنوصل له، لا يعني هنعديه كده بسهوله يعني. هنتحسد. ما يعني تقولش كده. كمان. ماشي. لا مش حاسه بس. فعلا ان شاء الله لا. احلى يوم قضيناه مع بعض. هقول لك، فاكر بعد الخطوبه لما سافرنا السخنه اه مع عيلتك؟ اه أنا كنت حاسه ان هو يوم حلو قوي، خصوصا ليه بقى عارف؟ فكره انه انا لوحدي من غير اهلي، ووافقوا ان هم يودوني معاك السخنه، فدي حاجه فظيعه مع اهلك يعني مش لوحدنا. فكنت حاسه انه ان انا فري قوي، وان انا ايه ده الدبله لسه كنت مبسوطه بيها. فكنت حاسه ان انا احنا فين واحنا مين وبنعمل ايه. فكنت حاسه انا مبسوطه قوي، وفاكره ان هو كان يوم طويل قوي يوم طويل، وروحنا أيوة. بالليل. اي نعم بابا زعلي بس عادي يعني، مش مهم انبسطت. مش لازم التفاصيل لا دي. ما عادي، ما بابا بيزعلي على طول في كل الفيديوز اصلا. لو هتحكي عني للناس هتعرفني بايه؟ حلو السؤال ده. بنت اللي مغلباني. يوه ماشي بس بس كده. بس خلاص. لا بنت مغلباك اللي ليه؟ حرام عليك. لا انت عارفه ان انت مغلباني. دورك. بس حاجه كنت بعملها في اول علاقتنا وكنت بتحبيها وبطلت اعملها. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. احنا اصلا مش يعني السؤال ده هو عباره عن مشاكلنا، ان انت كل حاجه كنت بتعملها كنت ليه بحبها. طيب استهدي بالله، طيب استهدي بالله. ايه دي؟ طب انا اسكت. ماشي هقول لك، هقول الحاجات البسيطه مش هقول الحاجات الكبيره عشان مش ما لازم تطلعش نعرف نوتي. الناس ان البسيط اللي هيتقال ده فيه ابشع منه يعني. ما هو الحاجات البسيطه اللي بتضايقني ان انت كنت بتهتم بكل البوستس بتاعتي على فيسبوك وعلى انستجرام وكل حاجه، وكنت بتخش اول واحد تعمل لي كومنت ولايك، ودلوقتي اصلا ما بقتش تشوفهم. انا اسف. ماشي. ما هو انا باخد منك ايه غير انا اسف؟ حرف يوسف انا اسف. طب خلاص انا اتفضل. ماشي. احلى مفاجاه عملتها لك؟ انت طبعا ممكن تفتكري ان هو عيد ميلادي والديت وبتاع، لا تمام. بس كان في يوم كده جيت لي في الشغل وجبت لك المقاطعه ها. بس ده من قبل المقاطعه يعني من بس زمان يا جماعه. كان يوم طويل وبتاع وزحمه ومش عارف جيت لك ايه. وبتاع اوعى وقعدت تقول لي امشي قدام عشان العمال. انا مش فاهمه هياكلوني ولا ايه. اطلعي اطلعي. مش وقت. ماشي ماشي اوكي. خلاص كملت تاني ولا ايه؟ ماشي. حاجه مفيش غيري بس اللي يعرفها. الناس طب ما هو كلها كده دلوقتي تعرفها. الناس طب ما انا لو قلتها الناس كلها هتعرفها يعني مش فاهمه. اول حاجه عبيطه ان انا شرباتي كلها بينك. بجد انت اصلا اللي اكتشفت الموضوع ده. ايوه بجد اكتشفتها اصلا مش عارفه ازاي. انت شفت شرباتي فين؟ انا مش عاده مش بيبانوا قوي من تحت الشوز. مش لازم يعني. طب وانت شفتها فين؟ لا عادي، لا شرباتك كلها الحاجات اللي في الأوضة العبيطة دي. وبتاع، لا باين قوي يعني. فعلا انت بس اللي عارف كده. متخيل حياتنا ازاي بعد الجواز؟ دوشه. ايه ده؟ دوشه حلوه.
عشان انا مزعجه. مزعجه قوي. فرهضه وعباره، اي نعم هنبقى يعني احنا الاثنين هنبقى بنعافر عشان نقعد في صمت كده مع بعض وبتاع، بس مش هنعرف صح؟ مش هنعرف لا. حسب كده برضه. بس حتى ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا يعني مع عيالنا ان شاء الله نخلف وبتاع، لا هيبقوا برضه. مزعجين زيك. اه. انا عارفه. اوكي ماشي يلا بس ان شاء الله باذن الله. فاكره ايه عن اليوم اللي اعترفت لك فيه بحبي؟ فاكره انه كان يوم اسود مهبل. والله العظيم كان يوم وحش قوي. انت فاكر؟ مش عاوز افتكر. هفكرك. طب ليه؟ ممكن اقول. اليوم ده انت كنت مكتئب قوي وكنت منعزل، كنت في السخنه ايوه. ونعزال كده رهيب وكلمتك، قعدت اقول لك مالك انت في ايه، انت بعيد عني ليه، عايزه تعرفي في ايه يعني، انا بحبك. اللي هو ايه ده، ايرور. بدون دخول في تفاصيل، بس اليوم ده ما كانش حلو خالص بالنسبه لي على فكره. ولا بالنسبه لي والله. بس انت يعني اصلا ساعتها انت قفلت وانا قعدت اقول ايه يحبني ليه ازاي. يعني ايه، قعدت اقول يا رب بحلم وبتاع، بس لا طلع انه بجد. اتمنى يعني بس ما تبقيش ندمتي. لا عمري ما هندم. الحمد لله. قلت لك قبل كده ان انا دي الحاجه اللي عمري ما هندم فيها. إيه، تفتكر هنبقى اب وام ناجحين؟ اتمنى. ماشي، كل واحد فينا هيبقى متخيل وحاطط في دماغه وعاوز يعمل ايه او هيربي ازاي وعاوز عياله يطلعوا ايه وبتاع، بس احنا دي محدش يعرف يحسها غير فعلا لما حد ايوه يخلف. ماشي، بس انت تتوقع احنا ايه؟ توقعاتي لا ان شاء الله نبقى كويسين جدا وعيالنا يطلعوا احسن مننا بكتير في كل حاجه. كلمة سيبك بقى من كلمش بقى شغل تعليم بتاع، لا بقى يعني كاشخاص بني ادمين سويه كده في المجتمع انا ان شاء حاسه الله ان يبقوا احسن احنا مننا بكتير. كل الحاجات اللي مرينا بيها مش حاسه ان احنا هنعملها مع اولادنا باذن الله ان يبقوا شاء احسن مننا الله. بكتير ان شاء الله. ماشي يلا. ايه اكتر 3 حاجات بتحبيها في ايه؟ اكتر 3 حاجات؟ 3 3 بس؟ بالظبط. بحبها فيك مش بكرهها يعني، متاكد؟ اقرا لا تاني. إله إلا الله. خلاص بهزر. اتفضل. بهزر يا يوسف، خلاص متضايقك ايه ده. اكتر 3 حاجات بحبها فيك، اول حاجه ان انت بتحتوي اي موقف حرفيا بنعدي بيه. اقسم بالله ما شاء الله الله اكبر، يعني مش عايزه احسدك، انا ما بعرفش اعمل كده، بس انت بتحتوي. انا اصلا ساعات بقعد اقول انا حيوانه قوي، اللي هو يا ابني ده انت طيب جدا، خلاص مش ممكن كده. وتاني حاجه ان انت حتى لو انت مش بتبينها، بس انت اول حاجه بنمر بيها في الفتره دي بتفكر فيها الاول. يعني حتى لو انت بتحاول تخبيها، بس انا بقراها في عينك دايما، اللي هو طب انت عايزه ايه، طب مش عارفه ايه، وبعد كده بقى تقعد تنتقد وتعترض والكلام ده كله. تالت حاجه ان انت دمك خفيف، بتضحكني. شكرا. بس احنا متخانقين بجد بجد والله العظيم في الشات او حاجه بفضل اضحك جدا واعمل لك ما بتضحكش على فكره، بس بتضحكني بصراحه. اغنيه بتوصف علاقتنا. انا عارفه مش هقول، قول انت، هختبرك اختبار. طب ليه طيب كده؟ طب افرض انت في دماغك اغنيه وانا في دماغي عشان أغنية. هي احنا كنا بنفضل نقول ايه ده، الاغنيه دي بجد لو معموله لينا ما كانتش هتبقى كده. لا مش لازم برضه. مش فاكر؟ افتكرت؟ لا. افتكر. ده قول. ليه استني، قول. انا اللي جاوب الاغنيه اللي على مزاجي، ده ايه ده؟ ابسطها لك؟ متبسطي. عملت لنا فيديو ليها بعد سفريه السخنه اللي سافرناها مع مريم وعمر. عملت لنا فيديو بيها طويل دقيقه، اليوم اللي كان في العيد وجبت لي حاجه حلوات قد كده وانت مشيت، وبعد كده عملته وفضلت سهرانه ساعه كده وبعته لك. افتكرت؟ ايه؟ انا مش فاكر اسم الاغنيه، بس الاغنيه بتاعت العسيلي، جنة تكفينا. جنة تكفي. طب كان في اوبشنز تاني انت كنت عايز تقولها؟ لا اصل دي تبقى ليها حاجه ليها علاقتنا جوه كده، بس لا اللي لا، يشوفنا من توصف بره يعني. يشوف ده، نشوف ايه؟ يشوف الاغنيه دي. اه. بس اللي من جوه لا، يعني ممكن كله على كله حاجات. حاجه بتاعت اسمها ايه، محمود الليثي دي ولا؟ يعني ما علينا خلاص مش مهم. ايه اللي بيحسسك بالامان في علاقتنا؟ وانت اصلا حاسه بالامان في علاقتنا؟ 100%. على طول حاسه بامان وانا معاك حتى واحنا متخانقين. والفتره اللي انا مش بحس فيها بالامان لما بنبقى متخانقين وما بنتكلمش، يعني احنا الحمد لله الحمد لله حتى واحنا متخانقين
بنتكلم، اللي هو ببعت لك حاجه انت فين، الكلام ده كله. في اوقات بقى بتيجي علينا بس مش كتير الحمد لله يعني، ما بنتكلمش فيها. انا دي اكتر فتره بحس فيها ان انا يعني انا مش سيف، انا حاسه ان في حاجه غلط، حاسه ان انا خايفه. فانا على طول الحمد لله حاسه معاك بالامان. ايه الحاجه اللي بتحسسك اللي بالأمان؟ بتحسسني بالامان معاك ان انت دايما الحمد لله موجود، الحمد لله. ويعني ربنا يديم وجودك في حياتي عموما. ربنا يخليك لي يا حبيبي. خلاص بقى والله بحبك قوي. ماشي. في فقرة تعرفني كل واحد من الضيوف معاه سبورة وقلم، كل واحد فيهم هيسحب كارت فيه سؤال وهيقراه بصوت عالي وهما الاتنين هيجاوبوا عليه، بس المرة دي كل ضيف هيجاوب مكان الضيف التاني وبعدين هيوروا لبعض السبورة، وخلينا نشوف مين فيهم يعرف التاني أكتر. اول مره اتقابلنا فين وامتى؟ سهله دي. اوكي. ايه كل ده؟ 1 2 3. كان في الجامعة كورس انجلش. انا كاتبه يوم سبت. انا هفتكر يوم ثواني، انا كاتبه يوم سبت. اما عشان الكورس انجلش ما كناش بناخده غير يوم ماشي سبت يعني، ما انا فاكره اهو. مش محتاجة يعني. لا الديت مش فاكره، في اولى جامعه يعني في 2018 صح؟ ماشي. مين ذوق احلى في العفش؟ يلا. ايه السمعة؟ انا وهي مع اختلاف الاداء. ايه ده؟ الاراء. ايه ده؟ ايوه. انا طبعا والله العظيم اقول لهم على ذوقك، اقول لهم يوسف عايز يعمل الشقه كلها سودا. يلا. ها؟ لا مش سودا. سودا. مش سودا. انا لو عليا كل مكان نروحه، انا لو عليا اعمل الحيطه كمان سودا، بس مش اعمل للدرجه. الحيطه جري غامق. خلاص بقى. ماشي. قلت لك قبل كده الفواتح دي ان شاء الله سيبها لي لما ربنا يكرمني كده في واخش الفيلا. الجنه ابقى اشوف الالوان البيضاء دي تمام كلها. تمام. هزر قوي. وبرده عملنا كل حاجه بقى. كائن نهاري ولا ليلي؟ لا يوسف دي كلمه. بطيء. لا مش كلمه. بطيء. ايه ده؟ انت اي وقت انت تمام. انا اي وقت ببقى بيس فيه. اي وقت والله، ده انا جميله. لا انت اي وقت في انت النهار تمام. قشطه، وبصحى من 6 الصبح، بالليل يلا نسهر. لا انت اي. بس انت حرفيا يا نهار ابيض، احنا خناقاتنا كلها على ان انت مش نهاري زيي. سافرنا مع بعض مره اصحيه الساعه 7 الصبح، انت بتهزري؟ فاكره الخناقه اللي اتخانقناها؟ والله العظيم اتخانقنا حته خناقه، وبابا وماما عرفوا يصالحونا. يا ابني روح وديها البحر يا ابني. يا ابني اخلص. ماشي يلا. يلا. امتى حسيت انك بتحبيني او حسيت انك بتحبيني؟ انا حسيت ان انا بحبك. انا حسيت ان انا بحبك امتى؟ يوسف انت بتعمل ايه؟ بس خلاص. بعد التخرج، بعد سفريه دهب. ماشي. وانت؟ انت اتغيرت عشاني في موقف انت عارفه. خلاص بقى. يعني انت حسيت ان انا بحبك بعد الموقف ده؟ مش هعرفه. ماشي، ممكن، ليه لا. طولي كام سنتي؟ بجد يا رب يطلع صح. لو طلع صح هبقى هبيده تحفه. زي ما كنت بهبس في الامتحانات كده. يوسف انت لو قلت اطول مني والمصحف هتقمص بجد. معرفش بقى، هو معايا يعني معايا 5 سنتي، معايا رينج عادي يعني. هتقمص. يوسف انت بطيء في الكتابه كده ليه؟ استني من القلم. انت كنت بتعمل ايه في امتحان الاملاء بتاع واحنا صغيرين؟ يلا. شاطر. انا ما اعرفش طولي كام الصراحه. طب الحمد لله تمام كويس على هو في فكره. الرينج ده. انت تمام، هو في الرينج ده. انت شاطر قوي، انت جبتها بالظبط. بالظبط. سبحان الله. والله العظيم انا اخترت صح بجد. يعني في كل اللي فات ده ما كانتش اختارت صح عشان عرفت. ايوه عرفت طولي، فخلاص كده اخترت صح. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابين تلعبوا اللعبة مع الناس القريبين ليكم تقدروا تطلبوها دلوقتي من رسائل الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك وتوصل لكم لحد البيت. ما تنسوش تحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. شكرا جدا. انا اتبسطت قوي.